كارتك في نص الكوتشينة صح؟ دلوقتي همشي على الكروت واحاول اقفش كارتك من نص الكروت. قفشت كارتين بس انا حاسس ان كارتك هو ده. كارتك كان ايه؟ 7 قلب. 7 قلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله النهارده اعلمكم حركة انا بحبها جدا جدا جدا، زي ما انتم شفتوا كده في الانترو. هي عبارة عن ان انت بتخلي شخص يختار كارته بتحطه في نص الكروت وتفنط الكوتشينة، وانت بمهارة بتحاول تقفش الكارت بتاعه من نص الكروت، وانت بتدريبل الكروت او بتوقع الكروت من ايدك على الترابيزه، بتحاول في نفس الوقت تقفش الكارت من نص الكوتشينه. خدعه جامده جدا، اي حد هيشوفها هيفكر ان انت عندك سرعه بديهه او خفه يد مثلا خارقه او كده. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نشوف شرح الخدعه. اول حاجه بلخبط الكوتشينه عادي باي طريقه، بعد كده بخلي الشخص يختار اي كارت هو عايزه. ونفترض مثلا، ما علينا من الكارت ده، اختار مثلا ده اللي هو 7 هارتس. طبعا انا بتحكم في ال7، بخليها اول كارت باي شكل انت عايزه. فاحنا هنا مثلا في الحاله دي ممكن تعمل كده، لو اختار مثلا الكارت ده اللي هو بنت ورده، ترجع الكروت وانت عامل بريك عند البنت، تعمل دبل اندر كات. مفيش اسهل من كده. كارت بيبقى اول كارت. تمام، اللي بيحصل ايه؟ هقول لكم السر الاول، بعد كده اقول لكم ازاي تتدربوا عليه. اللي بيحصل هو ان انت وانت بتنزل الكروت بتروح تقفش اول كارت. شايف حتى باين ان انا قفشت الكارت من النص، بس انا قفشته من فوق لان انا متدرب عليها. فازاي تتدرب عليها؟ قبل اي حاجه لازم تاخد لك فتره كده تحاول تسحب اول كارت بسرعه. تمام، تسحب اول كارت بسرعه بالشكل ده اهو. يعني مثلا عندي ولد هنا هو اول كارت. حاول تتدرب عليه بحيث تبان ان انت يعني كانك ما انتش عارف انت سحبته منين. فاهم؟ اهو اول كارت، واقعد اتدرب على الحركه دي كتير جدا اهو. تمام، ممكن انت وانت بتعمل الخدعه تسهل على نفسك ان انت وانت بتعمل دريبل كده تزق الكارت ده سنه بس كده شمال، سنه بس، وانت بتنزل هيبقى اسهل عليك وانت بتسحب الكارت. فنرجع لموضوعنا، بتخلي الشخص يختار اي كارت. نفترض مثلا اختار الكارت ده اللي هو 6 كلوبس اهو، دبل اندر كات. مفيش ابسط من كده. الكارت بقى اول كارت. هتيجي بايدك هنا، طبعا انت هتكون ماسك الكوتشينه بايدك الشمال كده، هتيجي بصبعك دي تزق بس الكارت ده سنة كده بحيث يبقى متطرف شوية بس كده. تمام، يبقى رايح شوية ناحية الشمال كده. خلاص اهو، شايفين؟ واخد كيرف كده عشان الكارت يبقى لبره شوية، ما تبقاش الكوتشينة كده، لا خلي الكوتشينة مايلة شوية كده. هتمسك الكروت بإيدك دي بالشكل ده، وهتبدأ تفلت صابع الإبهام، فالكروت هتبدأ تنزل وانت رايح بتسحب. مش مشكلة لو طلع معاك كارت تاني، دي حالة كويسة برضو. هقول لك ليه. عشان خاطر انت لو سحبت كارتين مثلا انت عارف ان ده كارته، تمام، فهتقول له امسك الكارتين دول، تديهم له فهو هيمسكه. قول له اديني منهم اي كارت. لو اداك الكارت ده هتاخد الكارت ده تقول له اكيد صح، هتغير رايك؟ هقول لك لا. قول له بص انت اديتني كارتك. طيب لو هو اداك ده، اداك الكارت ده، قول له اكيد صح، هتغير رايك؟ هيقول لك لا. تقوم جاي راميه على الارض تقول له كان ممكن تديني اللي معاك صح، شوف الكارت اللي معاك. هيطلع كارتك، هيطلع فعلا كارته. والحركه دي والمبدا ده اسمه ماجيشنز تشويس. هو كونسبت قديم جدا جدا في الماجيك، وممكن تستعمله في سيناريوهات كتير. اخر مره بفنط، خلي الشخص يختار اي كارت. نفترض مثلا الكارت ده اللي هو 2 دايموندز. ممكن تعمل باس انك تطلع الاتنين فوق زي ما انتم شفتوا كده. ممكن اعلمها لكم في فيديو لو حابين. بعد كده بزق الكارت سنه لقدام، بدريبل، بقول للشخص قول ستوب، واخد الكارت على طول. كارتك كان كام؟ كان 2 دايموندز. طبعا بساله الاول كارتك كان كام، فيقول لي 2 دايموندز. فتبص للكارت كده تقول بجد ما تهزرش 2 دايموندز فعلا؟ يقول لك اه. قول له هو ده الكارت اللي انا فعلا قفشته. ولازم طبعا تكون انت ممهد له ان انت هتمشي على الكروت وتقفش كارت من النص. وبس كده، ده كان شرح الخدعه. لو مهتم تتعلم خدعه احترافيه بافضل سعر ممكن، هسيب لك لينك للستور بتاعي تحت في الديسكربشن. انا مش محتاج اتكلم، لو فعلا محتاج تليفل اب الماجيك بتاعك انجز.
ما قدامكش فرصه غير دي. افضل اسعار، افضل شرح، وكمان خدعه اندر جراوند، يعني مش هتلاقي حد غيرك بيعملها، وكده كده الخدعه اللي هتشتريها مش هتكون عارف سرها، فوين وين وين من كله يعني. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. وما تنساش تعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، انستجرام وتيك توك، هسيب لك اللينكات تحت في الديسكربشن. بس كده يا جماعه، شكرا ليكم. ما تنسوش تقربوا من ربنا وتحافظوا على صلواتكم وتصلوا على النبي، والسلام عليكم.